موعد مباراة الأهلي والمصري النارية القادمة في الجولة 13 من الدوري المصري. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار النادي الأهلي اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. العين كلها رايحة لاستاد برج العرب، هناك هيتلاقى الأهلي والمصري البورسعيدي في قمة نارية في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز. الأهلي داخل اللقاء بعد تعادل مفاجئ قدام بتروجيت 1-1، الماتش اللي توقف فيه المباراة اللي سجل فيها الأحمر بعد 5 فوز ورا بعض حمدان في الدقيقة 12 قبل ما يتعادل للنادي الاهلي جراديشار في الدقيقه 61. وبعد الماتش المدير الفني الدنماركي للنادي الاهلي توروب طلع وقال صراحه مش راضي بالتعادل، اضاعنا فرص كتير وكرة القدم بتتقاس بتسجيل الاهداف. وطبعا ده تصريح حاسم وبيعكس غضبه من ضياع نقطتين مهمين كانوا ممكن يرجعوا النادي الاهلي لقمه الترتيب. دلوقتي الاهلي في المركز الثاني ب 22 نقطه وبيبعد عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الاول ب 23 نقطه بنقطه واحده بس، وبيبعد عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث ب 19 نقطه ب3 نقط بس. وطبعا الفرق البسيط ده يخلي الماتش قمه مشتعله بمعنى الكلمه. الاهلي عايز يستعيد الصداره والمصري داخل اللقاء وعينه على مفاجاه جديده يثبت فيها انه منافس صعب. اما عن موعد المباراه فالمباراه هتتلعب يوم الاحد 2 نوفمبر الساعه 8 مساء على استاد برج العرب في الاسكندريه، وهتتذاع حصريا على قناه اون تايم سبورت. الاهلي داخل اللقاء بشعار واضح، مفيش تعادلات تاني والصداره لازم ترجع لمكانها الطبيعي. وبكده وصلنا للنهايه. لو انت مهتم باخبار النادي الاهلي اعمل اشتراك دلوقتي في القناه عشان يوصل ليك كل جديد.